لايك وخلينا نصلي على حبيب محمد وآل محمد ونبلش. قبل ما نبلش همينا يعني ما يحتاج اقول لكم، لاحظ وياي العالم شلون ياكل الدولمه هاي المدبسه. دبس صايره، دبس الرمان. يلا بسم الله. من يجيب لك طاري الدولمه العراقيه تجي حبيبي وين؟ يم العالمي. طبعا يا شباب اليوم سويتها، دائما اسويها مع اجنحه الدجاج، بس اليوم سويتها دائما اسويها بضلوع الغنم، واليوم سويتها باجنحه الدجاج. تفاحة موجودة ويانا، شوف كله عتازة. اللي ما مجرب الدولمة العراقية الأصيلة تاكلها من ايد عراقية، تمام؟ لا تقول لي سويت دولمة. بعدها حارة. بس شوف الأسفل ضيم. طبعا الباذنجان بالدولمة يصير مو باذنجان، لحم خروف. صراحة ذاك المرة ما سويتها بالضلوع، سويتها مع العريش، يعني ورق عنب. بس المرة سويناها بالزلخ. نجيب المشروب مالتنا، مشروب الطاقة. يا ربي لك الحمد. بصل، جنح مع الدجاج، فلفل أحمر، مقدمة حامضة بيها دبس الرمان. أنا أحب الحامضة، حامض شيء يعني الدولمة لازم يكون بيها حموضة، إذا ما بيها حموضة ما تنوكل. اكو بعض العجايز القدم يسووها بيضة، الدولمة يسووها بيضة، بس تعرف انت شو مسوي الخاطر الله. تشريب اصفر. والله عجوز تقول لك درجة أولى ويسووها مال برغل. هذا العجوز تقول لك كل شوي، تقول لك شلون صار؟ تقول لك تخبل وانت ما تتقبلها. راح جبت ليمون، قلت إذا حموضتها قليلة نعصر فوق. يا ربي لك الحمد. دائما أنصحكم تكثرون الباذنجان بالدولمة، يعني حالات الدولمة بالباذنجان.
ليش على أجنحة الدجاج؟ دائما يصير نازوك لحم، مو تقول مثل الصدر أو مثل كذا شي، لا. صعب. شوف الخبز اللي طلع من جوا، يا الله والله هذا عاد الدولمة هذا. هذا بعده عاد الدولمة. شوفوا ما شاء الله تبارك الرحمن. شو اوصف لكم، حتى اوصف لكم يعني. هي بصراحة الدولمة من منظرها تبين، مو مثل ما قلت لكم من تقعد على دولمة عجوز، أول ما تفرغها أو تشوف الدولمة بيضة تعرف إنه سلمتها تراب. يروح يرجع هذا الفخ. أنا ليش ما أريد أكله؟